حاسين كلنا بالعجز، وحاسين ان احنا مش رجاله، مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين ننصر القضيه باي شكل من الاشكال. لا، في حاجات كتير ممكن في ايدينا نعملها. ممكن نحرك الراي العالمي كله ضد الكيان المستبد. العالم كله ابتدى يفهم دلوقتي الحقيقه، العالم كله ابتدى يشوف المجازر والمهازل اللي بتحصل دلوقتي. دور كل واحد فيكو يشير بوست، يشير فيديو، يشير ريل، يشير ستوري، يكتب مقالة، يعمل اي حاجة. الهاشتاجات دلوقتي ما بقتش فعالة قوي على فكرة. اكتبوا الكابشنز او وصف الفيديو بالانجليزي بلاش بالعربي، عشان لما بيتكتب بالانجليزي الخوارزميات هتبدأ ترفع الفيديوهات بره. اعمل تاج لمحطات عالمية، رويترز، CNN، القنوات اللي هي المشبوهة الغريبة دي. اعمل تاج لكل اصحابك الاجانب. لقيت بوست جاي قدامك اعمل عليه لايك وشير. ساعد في الانتشار بتاع المحتوى ده لكل العالم. العالم كله دلوقتي بقى يدار من خلال التليفونات يا جماعه. لازم العالم كله، اللي موجودين في سويسرا، اللي موجودين في ايرلندا، اللي موجودين في امريكا، بريطانيا، موجودين في اليابان، في الصين، في روسيا، في كل مكان في العالم، يشوفوا المهازل اللي بتحصل دي. لازم نقلب الرأي العالمي كله على الكيان الصهيوني ده. هتشير صورة مش هتكلفك حاجة، هتشير فيديو مش هتكلفك حاجة، شير بوست، شير ريل، شير ستوري يا سيدي لو مش عايزه يبقى موجودة ستوري بعد 24 ساعة هتتشال لوحدها. شيروا صور أطفال، شيروا صور الناس الكبيرة، شيروا صور الستات اللي هم يا عيني الكبار في السن، صوروا صور الحيوانات حتى كمان، صوروا المجاعة، صوروا الخيم، صوروا طريقة المعيشة. لقيتوا بوستات عند حد خدوها منهم مش مشكلة، بعدين هنبقى نتكلم بقى في موضوع أصل حقوق ملكية ومش حقوق ملكية. حاولوا تختاروا الحاجات الفعلا مؤثرة وحطوها. طبعا بالنسبة للممثلين والمغنيين والانفلونسرز اللي عندهم الملايين الفولورز، يا جماعة خليكم معانا شوية والنبي، يعني انتوا عايشين معانا وسطنا على فكرة كمان. يعني حتى كمان الممثل بتاع نمبر 1 لما نزل غنى في الاستاد الاسبوع اللي فات الناس كلها ادت له ظهره. هتعملوش زيه؟ وصل صوت القضية للعالم كله وخليك راجل.